السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وعلى احسن حال. تعالوا النهارده بقى نعمل اكله حلوه قوي، جميله قوي. حلت في كلها، في كل الاكله في حله واحده، ولا بقى مواعين ولا حلل ولا اي كلام ايه من اللي احنا ايه بنتعب فيه ده. هنا انا هعمل النهارده الكبسه او الرز باللحمه. تمام. انا هنا جبت لحمه وقطعتها مكعبات صغيره، ونزلت بحبة زيت او معلقة سمنة، وحطيت فيهم اللحمة هديها تشويحة جامدة كده لحد ما لونها يتغير معايا. وبعدين حطيت عليها بهارات لحمة، وحطيت عليها حبة فلفل اسمر، وهنا حطيت حبة ما عنديش قرفة عواد، حطيت قرفة عادية. تمام. وحطيت حبهان وليمون مجفف، وحطيت ورق لوري، وبعدين اديته تشويحة، وبعدين قطعت عليهم بصلاية وفصين توم، وهقلب باللحمه كل ده كويس قوي. وبعدين هجيب طماطمايه هقطعها مكعبات صغيره وهنزل بيها برضو على اللحمه. وبعدين هحط بقى ايه كركم وحبه كمون وحبه بابريكا، وهقلب المكونات دي كلها كويس لحد ما تندمج معايا قوي. تمام. مهم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بعد ما اديت اللحمه تشويحه، كنت غاليه ميه، نزلت عليها بالميه المغليه بتاعتي، وهسيبها بقى ايه تستوي. بعدين هنا كنت غاسله كوبايتين رز، نزلت بعد ما اللحمه استوت قمت نازله بالرز بتاعي. عندك رز بسمتي حطي، عندك رز عادي حطي، انا والله ما كانش عندي رز حاليا بسمتي فقمت حاطه رز عادي يعني. وهنا بعد ما الكبسه كانت خلصت معايا بصراحه كان طعمها واو، بصوا اللحمه مستويه ازاي، والرز كان طعمه جميل قوي، انصحكم تجربوها. سلام.